وطبيعي جدا لما يزهقوا من اكل البيت ويقولوا لك عايزين نشتري اكل من بره، اوعي تمشي وراهم ابدا. تعالى اقول لك ان ازاي النهارده عملنا اكتر من 8 سندوتشات شاورما بطريقه حلوه جدا بسيطه بنص كيلو صدور فراخ بس، بطاطس محمره وتوميه وكمان المخلل. وصفه النهارده وصفه حلوه ما تفوتيهاش، ولو عايزه تحفظيها احفظيها لرمضان. يلا بينا نبدا الوصفه سوا مع بعض النهارده ونشوف عملنا ازاي احلى سندوتشات شاورما في قلب البيت. الوصفة حلوة جدا وبسيطة خالص وسهلة وما استخدمناش أي حاجة مكلفة. كل الحاجة عملناها في قلب البيت حتى التومية. لو عايزة طريقة التومية هنزلها لك في الفيديو اللي بعد ده إن شاء الله. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف إزاي عملنا الشاورما وإزاي طلعنا أحلى سندوتشات في قلب البيت كريسبي زي ما احنا شايفين كده أهو. مش عارفة أقطع عشان ماسكة بإيد واحدة. هبدأ معاكم أول حاجة بشاورما الفراخ. صلوا على النبي وتعالوا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. اول حاجه لازم تكون الطاسه بتاعتك سخنه جامد. حطي فيها معلقتين 2 أو 3 من الزيت. نزلي الشاورما وما تحركيهاش خالص. احسن حاجه لتقطيعه الفراخ تقطع وهي من نص متجمده. تمام. حطيت ايه؟ حطيت بابريكا، كاري، بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود. نزلت كمان بالبصل الجوليان، بصلتين كبار. مجرد ما الفراخ اخدت لون من تحت او مسكت نفسها زي ما احنا شايفين. الشاورما معاكي عشان تبقى حلوه ما ينفعش خالص يبقى فيها ميه في قلب الوok عشان ما تنزلش زفاره، فلازم تكون الفراخ ناشفه. نزلت الثوم مفروم بتاعي وكمان فلفل حامي وفلفل اخضر. كان عندي فلفل ملون لكن انا حبيت ان انا اعملها لكم سهله خالص من غير مكونات غاليه، هنقول انها اقتصاديه. كمان فيك انك تتبليها بالتتبيله اللي انا عملتها قبل كده في فتة الشاورما السوري بالزبادي وكمان بالخلطه الجاهزه، لان في ناس كتير ما عندهاش بصل باودر، بابريكا، توم، كاري، الحاجات دي في قلب البيت عشان تعمل الوصفه هتضطر انها تشتري الحاجات الغاليه. انا هنا ملحت اهو. لا يا حسبة الكل، اشتري كوبايه زبادي صغيره خالص واشتري كيس من تتبيله الشاورما الجاهزه وحطيه. اللي بيدي بقى الشاورما طعم وريحه الشاورما بتاعت بره وهو البقدونس. مجرد ما بنطفي عليها بنحط حاجة بسيطة جدا من البقدونس بيدي الريحة القوية اللي احنا بنشوفها دي. في ناس بتحط طماطم سلايز، وفي محلات كمان بتحب تحط طماطم في الشاورمات بعد ما تنزلها من على السيخ في التقطيع، وبتقلبها عليها قبل ما تحطها في السندوتشات. لو حابه تعملي كده فيك انك تعملي كده. عندي هنا خيار مخلل متقطع سلايز رفيعه، وعندي التوميه اللي انا عملتها في البيت وبعملها على طول في البيت وطريقتها ناجحه جدا، وهنزل لكم طريقتها في الفيديو اللي تتفرجي عليه بعد ده. طبعا الخيار والحاجات دي احنا بنعملها في البيت كلها، فانت هنا مش مكلفة اي حاجة خالص غير نص كيلو البانيه اللي انت اشتريتيه. طب لتقطيعة البانيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، انا بغسل الفراخ لما بجيبها بسيبها تتصفى كويس جدا وبحطها شرايح فوق بعضها واحطها في الفريزر، وكده ابقى انا عارفة ان ديت بتاعة الشاورما. طب ليه؟ ايه الفرق بينها وبين بعضها؟ لاني بقطعها رفيع، بخلي الراجل يقطعها لي رفيع جدا، بغسلها اول ما بجيبها وبعبيها، بعد كده بقوم مقطعاها وهي نص متجمده فتديني التقطيعه الحلوه دي. حطيتها على الجريل اخدت الخطوط الجميله اللي انتوا شايفينها، ودي اسهل وصفه شاورما ممكن تعمليها. لو استفدتي بحاجه من الفيديو ما تنسوش تدعوا لي دعوه كويسه، تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديده السهله السريعه اللي تقدري تحفظيها عندك لوصفات اخر الشهر، او كمان لوصفات بديله لان ولادك يشتروا اكل من بره، او لوصفات رمضان. احفظيها عندك وادعي لي دعوه كويسه لو استفدتي مني. اشوفكم بخير في وصفه جديده. النهارده عملنا مع بعض اسهل الوصفات بتاعه الاكل بتاع بره. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.